عرفنا جميعا ماذا سيستفيد الريال من قدوم مبابي، وهذا أمر لا يخفى حتى على الولد الصغير، لكن ماذا سيخسر البارسا بقدوم مبابي إلى ريال مدريد؟ ما راحش يزيد حتى حاجة. سيخسر الألقاب. أنا وين راني مدوخ أنايا اليوم أمين تقريبا 3 سنوات ويستنى في مبابي. 7 سنوات ويستنى في مبابي، واليوم يقول لك ربما راح يفشل. راح يفشل. نخلوا هذيك الإمكانيات. ماذا سيخسر البارسا من قدوم مبابي؟ راح يخسر أشياء كثيرة. الألقاب بالعكس أنا نشوف أنه يربح برشلونة. والله واش يربح؟ نقول لك واش يربح. الان برشلونه سيكون مرغما على يجيب لاعبين، ان ياتي بلاعبين بك الطريقه ما على باليش. دراهم. لابورتا شوف، لابورتا كان عنده دهاء اقتصادي، ونقول لك حاجه، لابورتا في يوم من الايام لازم يعطوا له جائزه نوبل للتسيير، لانه الفريق الذي جائزه نوبل للكذب وليس ماشي الكذب. محمد شوف، الكذب جزء من التسيير، تحب ولا تكره، لكن اعطيني الرجل يكذب منذ حتى قبل وصوله الى برشلونه. الاخرين كاع لازم تجيري محمد، لازم تجيري الجماهير، والجماهير باش تجيريهم لازم تكذب. تخدم في كلوب واش معناتها؟ ما ناش نقول الكذب حرام، رانا نهضروا في عالم السياسه وفي عالم التسيير محمد. في عالم الكذب والخداع بالنسبه لهم امر عادي، امر عادي مطلوب ومحبب. ما كانش قادر ومحبب. شوف محمد، لو كان ما جوش بهم شهرين بحكايه هالاند، من بعد 3 شهور بحكايه شكون ثاني كيميتش، ومن بعد 4 شهور بحكايه فلان، ومن بعد جاب بهم شهرين واحد اخرين باللي ميسي هاو ملي يقدرش يجوز العام. سيبقى في بارك الله وحتى مبابي وداروه ثاني. برشلونه قال لك باللي بي اس جي خلاص نتفاهموا معانا، يكرهوا ريال مدريد، ماهمش حابين يروح ريال مدريد. يعني لابورتا امبراطوريه برشلونه بالاكاذيب في العهده الثانيه. يعني نقول لك محمد، وراني نهضر سيريو والله، راني نهضر بجديه والله. غير لابورتا واش قام به هو وتشافي، نهضر تشافي على الموسم الماضي، واش قاموا به لابورتا وتشافي في الموسمين الاخيرين مع برشلونه، والله غير يستحق التقدير محمد، لانه اي مدرب في العالم والله غير يرفض يجي لبرشلونه في تلك الظروف. اسمعني، واي رئيس في العالم يرفض يمسك برشلونه في تلك الظروف. كانت كارثه. نعطيك برك تشكيله لعبت بها برشلونه محمد، راح تسهل. كاين لاعبين والله العظيم ما تعرفهم لعبوا في برشلونه كانوا اساسيين. ديباي كان اساسي، لعبوا في كلاسيكو بداست. كان واحد جوتشيلا هكذا واسمه شغل جوتزيلا، منغويسا. لا منغويسا كانت تشكيله كارثيه محمد، ما تلعبش حتى في سبورتينغ واسمه هذاك سبورتينغ خيخون. لعبوا في برشلونه هكذاك، والداو لقب محمد، داو الدوري وزادوا داو سوبر كوب مع ماذا سيخسر برشلونه من صفقه انتقال مبابي الى ريال مدريد، وكيف سيرد لابورتا على هذه الصفقه؟ لن يخسر شيء برشلونه، لن يخسر الالقاب. الالقاب علاه تجيبوا مبابي سوبر شغل يبدا يمشي فيه 3 متر في الطول و4 متر في العرض، يجي ياخذ الالقاب. لا، الالقاب تلعب فوق ارضيه الميدان، لا تلعب في اوراق الصحافه ولا في مواقع التواصل الاجتماعي. وفينيسيوس وجود بيلينغهام ما تقدرش تلعب جيل افضل من هؤلاء اللاعبين وما فاش بالالقاب. جيل الجالاكتيكوس، رونالدو الفينومينو، اعظم مهاجم في تاريخ كره القدم، ما فاش بالالقاب. الريال دائما كان يفوز بالالقاب ميدو. الحق مش من الالقاب الكبرى معها. الريال دائما كان يفوز بالالقاب التي فاز بها. يعني انت غير متخوف من مجيء مبابي؟ علاش نتخوف؟ لعب ماتش سي دي ماتش 11 كونتر 11، الفوتبول ما فيهش الخوف. برشلونه سيستمر بما يملك من كيف سيرد لابورتا على هذه الصفقه؟ بماذا سيرد برشلونه؟ بالسكوت، بالاختباء. برشلونه ما يقدرش يرد. طيب باص بالطرونغلور برشلونه. تصور نعطيك فقط شيء واحد، برشلونه اعلنوا في اليوم يعلنوا ريال مدريد ممكن على 15 مليون اورو راتب مبابي، ويتم وضعها في الليغا بصوره عاديه. برشلونه وضع راتب جواو فيليكس 400 الف اورو. هل تعلم ماذا فعل تايباس في سلم الرواتب؟ وضعه ب 4 مليون اورو. قال لهم كي قالوا له علاه في تصريح صحفي، قال لهم جواو فيليكس نجم لا يمكن ان ينال فقط 400 الف اورو مثل ما ارسله برشلونه في العقود. انت تسير على حسب العقود ولا تسير على حسب الاهواء؟ العقود طبعا. الاتحاد يعني الرابطه الاسبانيه علقت الان كل فشل برشلونه في شمال اسمها تيباس. اعطيتك مثل واحد. برشلونه هذا الموسم كيف سيرد لابورتا الان؟ هناك صفقه مدويه، صفقه تاريخيه، هناك نجم عالمي يقترب من الدوري الاسباني يدق ابواب الريال، ولابورتا المسكين في سبات مختفي مختبئ. ماذا سيفعل؟ كيف سيرد ميدو؟ بما على اوبليجي يرد. لازم يرد. لازم ترجع ميدو. شوف على تتلقى لك ما تلو ولا لك ما تريح مختفي.
مبابي لا ضربه وليست لكمه. هل مبابي سيلعب لوحده في ريال مبابي مدريد؟ شوف مبابي سميه لكمه، معليش سميه نعاودوا صفعه، ندوروا بالك سميه ضربه قاسمه. بطول العمر نعاودوا نتلاقاو هنا، ممكن تغير حديثك، لانه كره القدم لا ماشي علم دقيق. كما قال لك ممكن ينجح ممكن ما ينجحش. ليست علم دقيق ولكنها علم. علم هذه يغلطوا فيها بزاف ناس، يقول لك كرة القدم ليست علوم دقيقة. صحيح ليست رياضيات، مبابي نجم عالمي، ليست علوم دقيقة ولكنها علوم. مبابي نجم عالمي، واحد من افضل 3 لاعبين في العالم، ودوبي دي زاني وريال مدريد يجري موراه 7 سنوات كامله. اليوم راح ياتي ريال مدريد، لكن من يضمن ان يتالق؟ هذه المرة الأخيرة ليس الريال من جرى وراء مبابي، وإنما مبابي من جاء إلى الريال ودق أبواب الريال. 7 سنين مازال 7 سنين خطفوا نويس هذا مثل ذات قبيليه. أين لابورتا؟ أول سؤال، أين لابورتا الآن؟ كيف أين لابورتا؟ أين هو مختفي؟ من على بالي أين هو مختبئ؟ ليس مختبئ، لا. كل شيء يمكن أن يحدث في كرة القدم، يمكن أن يتألق مبابي لازم يكون والريال، لازم يكون ويحققوا نتائج كبيرة قاسي سعيد سكوت لابورتا وعدم رد لكن ممكن أن لا هو ماشي ما فيه يراد. ذكرك ميدو فيجو لما كان جاي للريال وبعد برشلونه، شفت المعركه اللي صارت ما بين الرؤساء تاع برشلونه والريال. برشلونه ريال مدريد لعب 4 سنوات على ما اعتقد في برشلونه، بعد مشى لريال مدريد لانه كان وقع ان بري كونترا مع بيراس، ولم يكن ينتظر ان يفوز بيراس بالانتخابات، وحتى انه شفت المعركه اللي صارت. وبعدها لما فاز بيراس بالانتخابات كرئيس ريال مدريد، فيجو تخوف مع وكيل اعماله، طالبوا بفسخ هذاك البري كونترا العقد الاولي، هددهم بيراس ب 50 مليون بيزوس، يعني كان البيزوس هذاك الوقت يعطيو لهم 50 مليون اورو، 50 مليون بيزوس، 50 مليون اورو. هل مالت الان كفه الموازين في الدوري الاسباني لمصلحه لا، الدوري الريال؟ الاسباني بهذه العقليه، بهذا التسيير، بهذا الخنق الانديه من جانب سلم الرواتب، يسير ليكون دوري النادي الواحد مثل الدوري الالماني تماما. قد نرى بعد 3-4 سنوات دوري برشلونه، علاش يكون دوري ريال مدريد؟ هل ريال مدريد هو المتسبب في هذا الامر؟ ليس المتسبب في هذا الامر، لكن هناك فريق احسن التسيير وفريق اساء التسيير. كاين امورات اخرى، كاين مجازر ارتكبها روسيل وارتكب لها بارتوميو ميدو. هاد الشخصين، هذا الرئيسين يجب ان يحاسبا في محكمه لاهاي، لانهما تسببا في اغراق واحد من اعظم الانديه في العالم. وماذا حدث لاشبيليا؟ عنده روسيل وبارتوميو. بس اشبيليا عمره ما كان نادي كبير، فالنسيا عمره ما كان نادي كبير. وماذا حدث لأندية الصف أخرى؟ الثاني والصف الثالث في اسبانيا. فالنسيا لما تعود للصح لحقوا للنهائي رابطه لا أوروبا. ما تحسبش ميدو لا تقارن برشلونه مع هذه الانديه الصغيره. ما كيف ماشي كيف. هذه انديه صغيره مقارنه ببرشلونه، ماشي صغيره مقارنه ببرشلونه اقول. انديه كبيره في الدوري الاسباني، اشبيليا وفالنسيا. يا ميدو لا يمكن ميدو أن تقارن فالنسيا وإشبيليا بنادي برشلونة. برشلونة يبقى فريقا قويا حتى لو تلاعب به الزمن وتلاعبت به الأيام، حتى لو وصل مبابي إلى الريال. البرشلونة يبقى ناديا عملاقا. اكيد برشلونه وريال مدريد ناديين عملاقين، لكن حتى فالنسيا واشبيليا وبعض الانديه الاسبانيه اتلتيكو انديه قويه، وهي ملح الدوري الاسباني. خاصه انا واحد من الناس نحب نشوف مباراه فالنسيا، لكن ليس هذا الموسم الماضي، قبل لما كان فالنسيا الذي لعب فيه باراخا ولعب فيه دافيد فيا ودافيد سيلفا في السنوات الاخيره، اليوم يعاني. موسى صايب ماجار ثاني